كيف يستقبل الانقلاب على الديمقراطية بهذا الاحتفال؟ هذه فضيحة، وينبغي أن يشتد الخطاب والإدانة لمن تورط في هذه الفضيحة. الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات ترمى بالحجارة، لأن أشد المنكرات هو الاستبداد. لأن النخبة التونسية أو قطاع كبير منها احتفى بالانقلاب، هذه فضيحة ينبغي أن لا نتساهل معها وأن لا نمارس معها يعني السماح. تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، مشروع حرب أهلية. هذه إجرام في الحقيقة. ولذلك الذين استقبلوا هذا الانقلاب لا يمكن أن يكون باحتفال، لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليين، بل هم إرهابيين، بل هم يعني دعاة لحرب أهلية. من أن النجاح أن ما حققته الجبهة هو نجاح، لأنه فيه تجاوز لهذه الإعاقة. كما إعاقة في تونس، هي إعاقة فكرية إيديولوجية لا يمكن، هي تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية. لأن تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، تونس بدون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية.